وانا بتابع الاخبار على السوشيال ميديا وتحديدا الفيسبوك، لقيت خبر في منشور عن زيارة رئيس وزراء اثيوبيا لمصر ابي احمد في خلال ايام، وتوقيع اتفاق مع مصر في ادارة السد وتحديد حصة مياه النيل لمصر. وده نص المنشور: بعد أن حاصرته مصر في إريتريا بتواجد عسكري قوي وامتلاك حق استخدام موانئها وسواحلها، وكذلك تقوية الكونغو وتنزانيا، ومع تدهور ظروف إثيوبيا الداخلية، أبي أحمد يستسلم ويوقع اتفاقية جديدة في القاهرة في خلال أيام يتنازل بمقتضاها عن حق إدارة السد لمصر وتحديد القاهرة حصة المياه التي ترتضيها. أبي أحمد قادم إلى القاهرة للاعتذار والتوقيع، لتنتهي معها واحدة من أكبر التحديات التي واجهت بلادنا بفعل المتآمرين عليها. وكالعادة بتيقن من المعلومة ومن أي خبر على السوشيال ميديا. قلت أدور على المعلومة لدرجة استعملت مترجم جوجل وبدأت أترجم كلمات البحث باللغة الأمهرية. دورت بكل اللغات، مفيش أي معلومة عن مصدر صحة الخبر. واللي عجبني ردود فعل المتابعين ما بين منشور وصفوه بالهجص وعدم مصداقية في نشر الأخبار. ننتظر تعليقك.